لجنة الانتخابات المركزية 2012 فلسطين. إنك تنتخب بنظام القائمة أو التمثيل النسبي معناه إنك تدخل مركزك تختار قائمة واحدة من بين مجموعة القوائم اللي مرشحة حالها للانتخابات. رح تسأل شو يعني قائمة؟ القائمة هي مجموعة أفراد أعضاء في حزب واحد أو مجموعة أحزاب اتفقوا يرشحوا نفسهم كقائمة واحدة. وما ننسى إن الأقليات الموجودة بفلسطين واللي بتمثلها المسيحية لازم يكون لهم نصيبهم ب6 مقاعد من مقاعد المجلس التشريعي كله. والنظام الانتخابي الفلسطيني ما نسي المرأة، فوضع شرط لاكتمال القائمة بوجودها في ال3 أسماء الأولى، وبعد هيك لازم نفس القائمة تحتوي على اسم امرأة بعد كل 4 أو 5 أسماء من أصل العدد الكلي لأفراد القائمة. هلأ لو فرضنا إنه في دائرتك قائمتين بيتنافسوا على عدد المقاعد المخصصة للدائرة، بتحط الإشارة المخصصة للاقتراع أمام اسم القائمة اللي بدك تختارها، وفي نهاية الانتخابات القائمة اللي حصلت على نسبة 2% من الأصوات الصحيحة هي بتكون فائزة وبتحصل على المقاعد. وميزة النظام الانتخابي المختلط المتبع في فلسطين إنه بيعطي الفرص للأحزاب يكون لها تمثيل نسبي في المجلس التشريعي من خلال القوائم.